يا مساء الفل على حبايبنا الأهلاوية في كل مكان. الانتماء، يعني إيه الانتماء؟ ما هو معنى الانتماء؟ من ناشئ أهلاوي يعرفنا معنى الانتماء. هيعرف الكابتن خالد الغندور اللي طلع من يومين ويقول لك ما عادش في حاجة اسمها انتماء. ما عادش في حاجة اسمها لما كل لعيبته بقت تسيب النادي وتروح لأندية تانية عشان المبالغ والفلوس، بقى يقول لك ما فيش حاجة اسمها انتماء. عشان سيف فاروق جعفر راح نادي بيراميدز، ويوسف أسامة نبيه راح نادي بيراميدز، وكلهم من ناشئين النادي الزمالك، كلهم من اولاد كباتن نادي الزمالك، كابتن اسامه نبيه وكابتن فاروق جعفر، وراحوا نادي بيراميدز. رجع قال لك ده احتراف، مفيش حاجه اسمها انتماء دلوقتي. الانتماء ما عدناش بنعترف بيه عشان احمد فتوح بيفكر وبيماطل وعايز يمشي وعايز يحترف. قال لك مفيش انتماء، مفيش حاجه اسمها انتماء دلوقتي، ما حدش يكلمني على انتماء. لا يا كابتن خالد، في انتماء، في انتماء. انا مش هكلمك على محمد شريف اللي راح نادي خليج السعودي، اللي حاولتوا تجيبوه من حوالي اسبوعين، وطلع ونزل بيان وقال لك انا مش هلعب في مصر غير للنادي الاهلي. اللي لبس تيشيرت نادي الاهلي استحاله يلبس تيشيرت نادي الزمالك، او استحاله يلعب لنادي الزمالك. ده انتماء، ده انتماء. في لعيبه بتعمل كده وفي لعيبه ما بتعملش، وشفنا امثله كتيره الفتره اللي فاتت. مش هكلمك على حمدي فتحي اللي بعد ما راح نادي الوكره القطري وحاولتوا برضو تتفاوضوا معاه وبرضو رفض وقال لكم انا ليا عقد، ولو رجعت مصر هلعب للنادي الاهلي. مش هكلمكم على ايمن اشرف اللي النادي الاهلي استغنى عنه برؤيه فنيه من كابتن مارسيل كولر، والنادي اللي عمل له حفله كبيره وهو ماشي، وحاولتوا تجيبوه نادي الزمالك وهو رفض وقال لا وراح نادي البنك الاهلي. انا هكلمكم عن لاعب ناشئ اسمه عمر سيد معوض من مواليد 2006 وناشئ الاهلي، ابن الكابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض من فتره كان قاعد مع كابتن محمود الخطيب، وحاول ان كابتن محمود الخطيب حاول يقنعه انه يمضي عقد للنادي الاهلي، لكن الكابتن سيد معوض ماطل شويه، وكان بيتكلم ان ابنه بيفكر انه عايزه يحترف وكلام من ده، وده حقه كأب. ومع ذلك عمر سيد معوض من حوالي شهر جاله عرض من نادي ريال بيتس الاسباني، وفي نفس اليوم يشاء القدر نفس اليوم اللي يجيله في العرض يصاب برباط صليبي في مباراة كان بيلعبها مع الناشئين. رغم إصابة عمر سيد معوض برباط صليبي، رغم إصابته، نادي ريال بيتس ما يزال متمسك بالتعاقد مع عمر سيد معوض. امبارح فوجئنا ان عمر سيد معوض مضى للنادي الاهلي 4 سنين، رغم تمسك نادي ريال بيتس بالتعاقد مع عمر سيد معوض، وكان شرط من شروطه انه ما يوقعش لاي نادي، لانه عارفين انه لاعب حر، ما مالوش اي نادي دلوقتي في شهر واحد جاي لانه من الناشئين. فبالتالي هو ده معنى الانتماء يا كابتن خالد. عمر سيد معوض ليه وقع للنادي الاهلي رغم انه مش هيلعب في النادي الاهلي؟ عشان النادي الاهلي يستفيد، عشان يطلع من خلال البوابه الكبيره، يطلع من خلال بوابه النادي الاهلي. هو ده الانتماء يا كابتن خالد، هو ده الانتماء اللي انت ما تعرفوش، ولا بعض لعيبتك، مش هنقول كل اللعيبه، بعض لعيبتك ما تعرفوش، ولا ناشئينك يعرفوه. انتوا ماشيينها بالدراع، ماشيينها بالكراهيه، بتكرهوا الناس في النادي الاهلي. هو ده اسلوبكم، هو اسلوبكم ان انتوا عايزين تفشلوا النادي الاهلي، وزي ما انتوا فاشلين في بعض الصفقات وفي بعض الملفات الهامه في النادي، وعلى الاخص في الفتره الاخيره في ملف كره القدم، ما زال بترسخوا مبدا عند جميع لاعبيكم هو كره النادي الاهلي، وان مفيش حاجه اسمها انتماء. لا يا كابتن خالد، في انتماء، وهو عمر سيد معوض وراكم الانتماء، وكان هو ابرز صوره للانتماء. ده درس تتعلموه من ابناء النادي الاهلي، والله ده درس تتعلموه من ابناء النادي الاهلي. انا مش عايز اتكلم كتير عنه، بس فعلا حاجه فرحتني جدا جدا لما لقيت عمر سيد معوض وقع 4 سنين للنادي الاهلي امبارح، وكان في صوره جميله تجمع كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي وعمر سيد معوض، ربنا يتمم شفاه يا رب على خير، وكابتن سيد معوض والده. فاحنا بس بنعرفكم ان الناشئ، حتى الناشئ النادي الاهلي بتيجي الدروس الصغيره المستفاده منهم. فما تحاولوش يا جماعه تغيروا الصوره، ما تحاولوش تغيروا الصوره. منذ قليل انتهت مباراه منتخب مصر ومنتخب زامبيا. انا مش هدي صوره كامله عن المباراه ولا هقول رايي بشكل واضح، لكن كل اللي عايز اقوله منتخب مصر محتاج شغل كتير جدا. منتخب مصر لسه بدري عليه. تحس ان اللعيبه مش متفاهمه في الملعب، تحس ان مفيش جمل تكتيكيه. روي فيكتوريا هتقول لي ده فاز مع اللعب مع المنتخب 10 مباريات، ما خسرش غير مباراه تونس، بس ارجع واقول لك المنتخب ملوش شكل. والله المنتخب ملوش شكل. انا كنت بتفرج ومش عارف كملت المباراه ازاي. انا يعني الواحد كان بيتفرج، مفيش الشغف، مفيش الشغف. انا مش لاقي الاهات ولا لاقي الكومل التكتيكيه اللي الواحد
ينفعل عليها الا بصرف النظر عن كورتين ثلاثه، وكان ابرزهم لتريزيجيه وحمدي فتحي. هم دول اللي كانوا نشيطين جدا جدا في اللقاء بتاع النهارده. لكن ارجع واقول منتخب مصر كل التوفيق وكل التوفيق وكل امنيات لمنتخب مصر في القادم. انا مش عارف قدام منتخب الجزائر هنعمل ايه بالظبط، لكن بتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. بنشجع كل الناس انها تروح الاستاد، واللي عرفته كمان ان تذاكر المباراه القادمه كلها انتهت، يعني كلها اتسحبت. فنتمنى نشوف منتخب مصر بصوره جيده، لان المباراه اللي جايه مباراه الجزائر هتكون هي اختبار حقيقي لمنتخب مصر. كل التوفيق وكل الامنيات لمنتخب مصر، ويا رب يا رب يا رب يرجع يفرحنا تاني وناخد كاس الامم الافريقيه وندخل كاس العالم. احنا عايزين نفرح يا جماعه، احنا مش باصين بس لعيبه النادي الاهلي، مش باصين للناس طالعه تقول لك زي واحد زي عمرو درديري من شويه منزل يقول لك زيزو، عرضيات زيزو الساحره هي السبب في فوز منتخب مصر. عرضيات زيزو ايه؟ احنا شفنا له غير عرضيه واحده اللي جه منها الجون. وبعدين احنا من امتى بنتكلم على لعيبه بعينها من ناحيه زمالك وناحيه اهلي في المنتخب؟ يا عم انتوا اللي بتجيبوا التعصب. اشمعنى علقت على زيزو ما علقتش على اللي جاب الهدف اللي هو حمدي فتحي لاعب الاهلي السابق؟ هو ده اللي بيخلق التعصب. ناس زي عمرو الدردير، واحد زي خالد الغندور، قناه نادي الزمالك في بعض الاحيان، لكن دلوقتي الحمد لله بدات تتعدل شويه. لكن هو ده اللي كان بيخلق التعصب، هو ده اللي بيخلق التعصب. فاتمنى من واحد زي عمرو الدرديري ولا خالد الغندور لما يجوا يعلقوا بالايجاب. انت بتتكلم على منتخب مصر يبقى تتكلم على الفريق كله، ما تتكلمش على شخص عشان خاطر زملكاوي وتقول لك عرضيات زيزو لاعب نادي الزمالك هي الساحره هي سبب في فوز منتخب مصر. لا، عايز اقول لك ده توفيق ربنا هو اللي سبب في فوز منتخب مصر. لان احنا النهارده ما كناش بنلعب كوره، احنا النهارده ما فيش اي جمل تكتيكيه خالص. احنا النهارده الدفاع بتاعنا كان مهلهل. نادي زامبيا النهارده من فرصه في مش عارف الدقيقه الثالثه ولا السابعه، من ثلاث باصات بس وصل لحد مرمى الشناوي وصدها. فانا مش يعني انا شايف ان منتخب مصر فيه مشاكل، واتمنى اكون وجهة نظري غلط. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في اولا في موضوع عمر سيد معوض، ثانيا ايه رأيكم في منتخب مصر للي شاف المباراة النهاردة، وايه هي توقعاتكم لمباراة مصر والجزائر. انا اتوقع ان مباراة مصر والجزائر ربنا يستر هنتعادل 1-1. ده توقعاتي. يا رب دايما يا رب دايما منتخب مصر يفرحنا، يا رب دايما النادي الاهلي مفرحنا، يا رب ناشئي النادي الاهلي مفرحينا. بقول هارد لك لفريق السله اللي مستواه في النازل بقاله دلوقتي مباراتين وخرج من البطوله العربيه في المركز الرابع بعد ما تعادل مع النادي كويت الكويتي. بقول له هارد لك، واحنا مش عارفين طبعا ليه المستوى نازل كده. مش هتكلم عن الفنيات في كره السله لاني بصراحه انا كمان ما شفتش المباراه، لكن كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع الالعاب، في العاب الصالات وفي كره القدم. كل التوفيق لمنتخب مصر في المباراه الجايه، وكل التوفيق لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. واشوفكم على خير. سلام عليكم.